هتخلي معاكي الفرخ يحمل وزن، وفي نفس الوقت هيبقى طعم اللحم بتاعه حلو، وهتخلصي الدورة بسرعة، وهتوفري كمان تمن العلف. لو انت هتكملي الدورة، انت بتحب مثلا تذبحي الفرخة اما تكون وزنها عالي اكتر مثلا من 3 كيلو، بحيث ان انت لو انت هتعملي منها بانيه وحاجات زي كده، فالناس بتحب تسيبها اكتر من 40 يوم. فالخلطات دي هتساعدك في كده، وهتوفر عليكي العلف بدل ما تاخدي علف كتير. طبعا انت لو كملت الدورة بعد 30 يوم استخدمت علف، هتستهلكي علف كتير، ويعني وهتحسي ان الدورة جاية عليكي شوية بخسارة، لان الفرخ كل ما بيكبر بياخد كمية علف اكتر. فانت لو عندك 10 فرخات هتديهم كمية علف يوميا كبيرة، لانه ابتدى يكبر فبيسحب علف اكتر غير وهو صغير. فطالما كده عاوزة تكملي الفرخ لغاية ما يعدي معاكي وزن اعلى، وهتطولي شوية في الدورة، فخليكي في الخلطات اللي احنا بنقول عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل باقي الخلطات اللي احنا اتفقنا ان احنا نديها عن الفراخ البيضة عندنا بعد ما تكمل اكتر من 25 يوم. الخلطات الاقتصادية اللي هتخلي طعم اللحم بتاع الفرخ عندك لحم مفيهوش زفارة علف، وفي نفس الوقت طعم لحم حلو ومسكر، ولحم لونه احمر، وفي نفس الوقت هتزود معاك الوزن. يعني خلطات بتزود الوزن، وفي نفس الوقت هتوفر عليكي تمن العلف. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تخلي معاك الفرخ يحمل وزن، وفي نفس الوقت هيبقى طعم اللحم بتاعه حلو، وهتخلصي الدورة بسرعة، وهتوفري كمان تمن العلف. لو انت هتكملي الدورة، انت بتحب مثلا تذبحي الفرخة اما تكون وزنها عالي اكتر مثلا من 3 كيلو، بحيث ان انت لو انت هتعملي منها بانيه وحاجات زي كده، فالناس بتحب تسيبها اكتر من 40 يوم. فالخلطات دي هتساعدك في كده، وهتوفر عليكي العلف بدل ما تاخدي علف كتير. طبعا انت لو كملت الدورة بعد 30 يوم استخدمت علف، هتستهلكي علف كتير، ويعني وهتحسي ان الدورة جاية عليكي شوية بخسارة، لان الفرخ كل ما بيكبر بياخد كمية علف اكتر. فانت لو عندك 10 فرخات هتديهم كمية علف يوميا كبيرة، لانه ابتدى يكبر فبيسحب علف اكتر غير وهو صغير. فطالما كده عاوزة تكملي الفرخ لغاية ما يعدي معاكي وزن اعلى، وهتطولي شوية في الدورة، فخليكي في الخلطات اللي احنا بنقول عليها. وفي نفس الوقت هي مش رفاهية موضوع الخلطات ان انت بس عشان توفري تمن العلف، لا، ده انت عشان تاخدي فرخة طعمها حلو، وفي نفس الوقت شلتي منها زفارة العلف خالص. يعني بتاكلي حاجة مختلفة خالص عن بره، كأنك حاجة يعني شبه البلدي كده، غير بره خالص. فانتي طبعا بتاكلي حاجة افيد، وفي نفس الوقت طبيعية اكتر، لان انت بتحط فيها حبوب بقى زي القمح، زي الذرة الصفراء. كل ما نرجع للحياة الاولانية اللي زمان كلنا كنا بندي للطيور ايه في بيوتنا، بيوت اهالينا، كان دايما اللي هو القمح، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، كنا بنديهم عيش بنقطعه. كل الحاجات دي طبعا حاجات طبيعية. فبالتالي انت هتاكلي فرخة طعمها طبيعي، ما فيهاش اي حاجات مصنعة، لان انت بتقللي كمية العلف في الاخر، وبتضيفي مكونات تاني. زي ما انتوا شايفين المكون اللي معانا دلوقتي ده عبارة عن عيش متقطع صغير عشان الفراخ تعرف تاكله. بواقي العيش اللي عندك بتبقى مثلا من الغدا من الفطار، اللقم الصغيرة ده هتقطعيها او تحوشيها وتنشفيها وتدشيها، بحيث تبقى ناعم، بتبقى في مساحة يعني حبة العلف، بحيث يعرفوا ياكلوها يعني. ده اول مكون. بتحطي كيلو مثلا عيش مدشوش، واللي في الحلة ده الاولانيين ده عبارة عن كيلو علف وكيلو داش. يبقى دلوقتي 3 مكونات معايا: كيلو داش اللي هو الذرة الصفراء اللي هي متكسرة 3 قطع او 4 قطع، كيلو علف اللي بتحطيه للفراخ عندك، كيلو كمان العيش مدشوش او متقطع صغير وهو طري، يعني كيلو كيلو كيلو. وحطينا كمان عليهم نص كيلو قمح، وحطينا كمان نص كيلو قمح. يعني انتوا وفرتي العلف بس كيلو، وباقي الخلطة انت حاطه كيلو داش، كيلو عيش، ونص قمح. تمام؟ يعني 2.5 فوق كيلو العلف، يعني 3 كيلو ونص، هما فيهم كيلو علف واحد بس.
شوف انت وفرتي العيش طبعا موجود عندنا في البيت، بدل ما ترميه القطع الصغيره اللي بتتبقى من الاطفال هتحوشيها وتنشفيها، وبعد كده تدشيها صغير او تقطعيها بول بول قطع صغيره وتحطيها مع الخلطه. يبقى الخلطه دلوقتي عندنا هي موفره، مفيش غير كيلو علف واحد والاتنين ونص الباقيين، يعني هما 3 كيلو ونص، حطينا منهم كيلو علف بس. يعني ده توفيره في نفس الوقت. العيش والذرة الصفراء والقمح بيدوا طعم حلو للحم ويخليه طعم مسكر، وفي نفس الوقت بيشيل اي زفارة ممكن تكون في العلف، لان انت حاطة نسبة العلف كأن اقل كمان من التلت. تمام. باقي الخلطة بقى اللي احنا متفقين دايما اي خلطة لازم نحط عليها شوية حاجات بقى تعلي معايا التحويل وتعلي معايا مناعة الطائر، وفي نفس الوقت تخليه يحول الوزن معاكي بسرعة، واي حبة اكل ياكلها تتحول على طول للحم. زي ما انتوا شايفين حطينا نص معلقة ملح، نص معلقة كبيرة الحلبة المطحونة او الحلبة المغات، اتفقنا وعرفنا انها كلها فايدة وبتزود معاكي الوزن. الكركم، وقلنا الكركم ده ضيف اساسي على طول في اي خلطة انت بتحطيها، لازم بتحط الكركم، لان الكركم من الحاجات اللي هتحافظ معاكي على مناعة الفرخ وصحته، فبالتالي مش هيعيا ان شاء الله كده باذن الرحمن، مش هيعيا معاكي باذن الرحمن. فده هيخليه ما ياخدش معاكي، لان الطير لما بيعيا بيخس وبيقل وزنه، فبيخسر معاكي اليومين اللي عي فيهم. فده ان شاء الله تكون يعني باذن الله رفع مناعة للطائر. وحطينا كمان شوية كزبرة حب، وحطينا كمان معلقة حلبة حصى، والحلبة الحصى من الحاجات اللي هتعلي معاكي الوزن وترفع معاكي الوزن بسرعة، لانها كلها فيتامينات. حتى قلنا قبل كده اي حد يكون يعني عنده نقص وزن او بيعاني شوية بيشربوا حلبة حصى بالعسل. كمان لو حطيتي حبة عسل كمان على الخلطة دي وغلفتيها، معلقة عسل واحدة غلفتي بيها الحبوب دي، فركتيها بايدك كده جوه الخلطة اللي احنا عملناها، هتعلي معاكي الوزن. ممكن كمان نحط معلقة خميرة اللي هي الخميرة البيرة قبل ما نكمل. لو لسه معايا دلوقتي متنسوش اللايك. الخميرة البيرة برضو من الحاجات اللي بتعلي الوزن، بس انا ساعات بخاف منها لان ما ينفعش تحطيها والفرخ عنده اسهال غلط، بيزود الموضوع بالاسهال، فتبقي متأكدة ان الفرخ عندك سليم وما عندوش اي اسهالات. غير كده ما تحطهاش. فانا ساعات بحطها، ساعات يعني بقلق اما بخاف منها فما برضاش احطها، بس هي من الحاجات فعلا اللي بتزود معاكي الوزن. طالما الفرخ ما عندوش اي اسهالات حطيها، هترفع معاكي الوزن. فالخميره مع العسل مع الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، الحلبة المطحونة والحلبة الحصى والكزبرة، هتعلي معاكي وزن الفرخ وهي يعني هيفور كده بسرعة معاكي الوزن في وقت قليل. فالحاجات دي اللي انتوا شايفينها بسيطة، بس فعلا بتساعدك خالص في موضوع تحويل الوزن، فما تهملوهاش وتقولي ده حاجات فرعية لا بالعكس، جربوا واستمروا عليها وانت هتشوفوا النتيجة في وزن الطائر. ان شاء الله تستفيدوا، وان شاء الله دايما مشاريعكم كويسة في تربية الطيور.